بسبب النظام الجزائري المتعفن، والله المستعان دائما. ديالو وجدوا لي راسكم. والله خويا بغيت نمشي للناس وانا قلت لا حباس 14 ديسمبر ما يمكنش، عيد وطني عند اخواننا الجزائريين خصني نفكرهم. ورجعت اخويا من بلاصتي وانوليت الناس وجيت ندير لكم هذا الفيديو لخوتنا الجزائريين. حنا راه ما باغيين لكم حتى شي حاجه، قلتها لكم تنعاودها لكم، حنا خاطينا. حنا سمعنا فرحات مهني قال لك 14 ديسمبر تيوجد لكم مفاجاه من قلب فرنسا، يعني غتعلن استقلال لجمهورية القبائل. قلنا نفكروكم، والله يفكوا حيلكم بجوج. حنا ما بغينا لكم حتى شي حاجه، ولكن خليونا نتفرجوا، ما فيها عيب. كيما تفرجتوا علينا شحال وانتم تتفرجوا علينا مع القبيله اللي كنتو جامعين، خليونا نتفرجوا شويه عادي. راه وانتم عارفين شنو هي 14 ديسمبر، المفاجاه ديال فرحات مهني، يعني تقرير المصير اللي قلت لكم شحال من خطره بغيتو تشربونا منه. غدا ان شاء الله غتذوقوا المذاق ديالو. وجدوا لي راسكم. والله خويا بغيت نمشي للناس وانا قلت لا حباس 14 ديسمبر ما يمكنش، عيد وطني عند اخواننا الجزائريين خصني نفكرهم. ورجعت اخويا من بلاصتي وانوليت الناس وجيت ندير لكم هذا الفيديو لخوتنا الجزائريين. حنا راه ما باغيين لكم حتى شي حاجه، قلتها لكم تنعاودها لكم، حنا خاطينا. حنا سمعنا فرحات مهني قال لك 14 ديسمبر تيوجد لكم مفاجاه من قلب فرنسا، يعني غتعلن استقلال لجمهورية القبائل. قلنا نفكروكم، والله يفكوا حيلكم بجوج. حنا ما بغينا لكم حتى شي حاجه، ولكن خليونا نتفرجوا، ما فيها عيب. كيما تفرجتوا علينا شحال وانتم تتفرجوا علينا مع القبيله اللي كنتو جامعين، خليونا نتفرجوا شويه. حنا راه ما بغينا لكم شي حاجه قبيحه، حنا راه ما بغينا لكم لا تدابزوا، لا تنوضوا الريقاطه، لا تحاربوا، لا حتى شي حاجه. حنا بغيناكم تبقاو خوت. عطيوهم تقرير المصير وعطيو القبائل الارض ديالهم، والجزائر صافي كليتي حقك. وتيقول لك المثال اللي كلا حقه يغمض عينه. سد.